الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بالخير. اللي يسمع الفيديو صباحا الله يصبحه بالخير، واللي يسمع الفيديو مساء الله يمسيه بالخير. طبعا قبل ما نبدا الفيديو بدنا نتمنى عليكم انه تتفضلوا علينا وتتكرموا وتشاركوا هذا الفيديو وتنشروه على كل المستويات في لواء دير علة، لانه هذا الفيديو مختص باهالي لواء دير علة. الطيب طيبك والندى بيك والند. وفي الحقيقة راح نتناول موضوع مهم، بس راح نبلش بالبداية بأمر أهم شوي، اللي هو كيف بتتم عملية التصويت حتى لما نحكي يكون كلامنا واضح. تمام؟ تركزوا معي شوي. الآن في عنا بالاقتراع عند الصندوق في ورقتين. الورقة الأولى راح يكون فيها القوائم المحلية، وهذه القوائم المحلية كل قائمة إلها رقم، وكل قائمة فيها أعضاء كمان. ورقة ثانية اسمها ورقة القائمة الحزبية. هذه الورقة فيها فقط أسماء الأحزاب وأرقامها. نحكي بالورقة الأولى. الورقة الأولى هي ورقة القائمة المحلية، اللي هي راح تتضمن رقم القائمة. أنت كمقترع راح تحط أولا إشارة على رقم القائمة اللي أنت مختارها، وبعد ذلك بتروح للأعضاء اللي ضمن القائمة اللي أنت اخترتها فقط. يعني لا يجوز تحط رقم قائمة وتختار أعضاء من قائمة أخرى. حتى تكون صح بدك تختار قائمتك اللي حطيت رقمها وتختار أعضائها، إما كلهم أو الرقم اللي تختاره منهم قد يكون واحد. ومرات تحط رقم القائمة بدكش تحط ولا عضو، أنت حر في هذا القرار. بدك تحط القائمة والأعضاء كلهم، أنت حر في هذا القرار. مقتنع بكذا شخص من القائمة، أنت حر في هذا القرار. لكن الشرط الأساسي أنك لما تحط رقم قائمة ما تختار أعضاء من قائمة أخرى، لأنه بتصير عملية مش صح، وأنت تخسر الصوت اللي أنت رايح له أصلا. أما الورقة الثانية اللي هي القائمة الحزبية، عليك فقط أنك تكون عارف شو اسم الحزب اللي بدك تصوت له، شو رقمه، وبالتالي إما أنت تقرأ رقم الحزب أو تقرأ الصورة المشيرة له أو تحفظ رقمه، على أساس لما تدخل على صندوق على الخلوة في الاقتراع فورا تكون عارف الرقم واسم الحزب، فقط تحط إشارة. الآن هذه العملية كويسة لمين؟ كويسة للناس اللي ما بتقرأ، وكويسة لضعاف البصر. ليه؟ لأنه يقدر يقترع لوحده بدون مرافق. إذا كان عنده بقايا بصرية جيدة يقدر يتابع ويشوف. فقط مطلوب منه يحط إشارة، مش مطلوب منه يكتب أي عبارة على الورقة شو ما كانت العبارة. لا مطلوب منه يكتب اسم حزب ولا اسم عضو، كل ما مطلوب منك فقط الإشارة. تمام؟ هيك اتفقنا كيف راح نقترع يوم الاقتراع. طبعا النصيحة الأساسية إنه لازم تكون هويتك معك. هيك اتفقنا على التصويت، وإن شاء الله تكون الفكرة وضحت للجميع. الموضوع الآخر اللي بدي أحكي فيه لواء دير علة. بدي أبلش من عند نقطة كانوا كثير يقولوا دير علة تجمعنا، كلنا دير علة، دير علة على الحب تجمعنا، إحنا هدفنا دير علة، بدنا نائب من دير علة، بدنا كوتا من دير علة. هذا الشيء في عليه عدة نقاط لازم نحكي فيها حتى نحدد. وعلما قبل لا أكمل الحديث بالموضوع، أنا شخصيا الآن أحكي بحيادية، مش لأني مع القائمة الفلانية أو مع المرشح الفلاني أو مع الحزب الفلاني. الآن أنا أتكلم بناحية حيادية. بدي أنصح أهالي لواء دير علة نصائح وأشير لنقاط الكل عارفها، لكن فذكر إن نفعت الذكرى. النقطة الأولى اللي بدي أركز عليها إنه الحزب لا يؤثر على القائمة المحلية. يعني أنت راح تختار حزب وراح تختار قائمة، والدليل إنه الهيئة المستقلة عملت استعدادها لأن يكون معك ورقتين. طالما معك ورقتين إذن هي أعطتك الحق إنك تصوت على الورقتين، وما في ورقة تأثر على الثانية. يعني إذا أنت صوتت لقائمة وحزب لا تفكر إنك ضريت مرشحك، وإذا صوتت لقائمة وحزب لا تتوقع إنك ضريت الحزب اللي أنت مختاره. أنت معك صلاحية تختار حزبك وتختار قائمتك، تختار الأعضاء اللي تشوفهم مناسبين ضمن قائمتك. كل ينزل على التصويت، لأنه كل المحافظة راح ترفع نسبة تصويتها هاي السنة، لأنه في عمل جاد وحقيقي على موضوع الكوتا النسائية. ما بدنا نخمن إنه القائمة الفلانية أعلى صوت والقائمة الفلانية ملهاش فرصة والقائمة، هذا الكلام مش التخمينات اللي تحدده ولا الاحتمالات اللي تحدده. اللي يحدده هو المواطن. أنت صاحب الكلمة الأخيرة، أنت صاحب القرار، أنت صاحب الرقم الحاسم اللي راح يرفع مستوى أو عداد قائمة عن قائمة أخرى. فلا تفكر إنه أنت
بعدم تصويتك راح تأدي دور، انت بتصويتك راح تأدي دور اكبر، انك راح تمنح فرصة للقائمة اللي انت معها او اللي انت مقتنع فيها صوتك راح يكون هو الرقم الأعلى. بالتالي ممكن تكون الرقم الفارق ما بين قائمة وقائمة، يعني ممكن قائمة تجيب مثلا 10,100، ممكن أنت تكون 10,101 لقائمتك، بالتالي أنت تنجح قائمتك. الكوتا النسائية من الناحية الثانية كمان الكل لازم يعطي الكوتا النسائية، يعني كل اللي مع القائمة أو مختارين القائمة أو مقترحين على أنفسهم القائمة كلهم بدهم يعطوا الكوتا النسائية، وكمان فرصة يعطوا المقعد المسيحي، لأنه هذول المقعدين أجن على أساس يكون لهم مقاعد ضمن المحافظة. وفي عندنا مقعد كوتا واحد فقط ومقعد مسيحي واحد فقط. بالتالي أنا كمواطن اخترت النشمية الفلانية حتى تكون كوتا، أو اخترت الصديق أو الأخ الفلاني من أصحاب المقاعد المسيحية، فأنا مفروض أكون رقم في رفع عداد وصوله إلى البرلمان. وحلو أن يكون هذا المقعد سواء كان مسيحي أو كوتا، حلو أن يكون برقمي وبقائمتي اللي أنا اخترتها، لأنه طالما أنا مقتنع بالقائمة إذا أنا بدي أعطي كل القائمة حتى لو كنت مش مقتنع بسين أو صاد من أعضائها. القضية الأهم أنه في حكي كثير أنه نشامة ونشميات من دير علة راحوا لقوائم أخرى، وإحنا بدنا دير علة وبدنا قائمة يكون أعضائها من دير علة، بدنا قائمة كذا، هذلاك ليش راحوا بعيد، هذلاك ليش راحوا على قوائم أخرى. إحنا كأهالي دير علة بدنا فرص، سواء نواب أو مقاعد كوتا أو مقعد مسيحي ضمن القائمة اللي إحنا اخترناها. كل واحد اللي اختاره هذه حرية، وهذه استقلالية أصلا ضمنها القانون الأردني. بالتالي بدنا نطلع للناس اللي راحوا برا مثلا على قوائم أخرى، ما ظلوا في قائمة اسمها قائمة دير علة على سبيل المثال، راحوا لقوائم أخرى. أولا هل إحنا مقتنعين فيهم؟ هل هم قد المسؤولية؟ هل هم بحجم الموقف؟ إذا أنا لا، مفروض لما أروح لقائمته هذا الشخص عند الإجابة يا أخي أصوت له ما أصوت لغيره عشان أعطيه فرصة هو يكون رقمه أعلى مثلا على سبيل المثال. مع أنه في مصداقية عندنا إحنا في دير علة بالذات، لما يكون معنا قوائم عندنا درجة مصداقية عالية ونتميز فيها على مدار السنوات الانتخابات سواء البلدية أو اللامركزية أو النيابية. في دير علة حقيقة بحكيها على العام احنا عندنا مصداقية، إذا قلنا لشخص بدنا نعطيك صدقا الكل يعطي الصوت، ما حدا يتخلف. هذه الحمد لله احنا ميزة نتميز فيها، وهذا كرامة إلنا وهذا شرف إلنا نعتز فيه، وهذا وسام احنا نفتخر فيه أصلا إنه عندنا مصداقية مع الزملاء اللي نتحالف أو نتآلف معهم ضمن قائمة محلية أو وطنية كما كانت تسمى سابقا. إذا كنت أنت بدك مصلحة دير علة وهمك دير علة وحاب يكون لدير علة فرصة، أنت مين راح تختار؟ لمين راح تمنح الفرصة؟ هل راح تمنح الفرصة لقائمة جل أعضائها من دير علة، ولا اخترت أنك تمنح الفرصة لصديق أو عزيز أو شخص وقف معك أو شخص كرمك، شخص منحك ثقة، شخص أعطاك سابقا، ناوي ترد له الجميل بالجميل والمعروف بالمعروف حتى لو يعني اختار قائمة أخرى من خارج لواء دير علة؟ هل اختيارنا كمواطنين راح يكون هون ولا هون؟